واحد جوج ثلاثة. سير تقلب يلا سير. براك احنا عينا ما قلبنا. يلا هبطوا واحد جوج ثلاثة. السلام عليكم اصدقائي ومرحبا بكم في هذا الفيديو مرة اخرى من الشواطئ المغربية اللي كتواجد في شمال المملكة المغربية. وهذه المرة وصلنا لواحد الشاطئ اللي كتعتبر من اجمل الشواطئ اللي كتنتمي لاقليم الحسيمة. بلا شك انكم عرفتوا الاسم ديال هذا الشاطئ اللي هو شاطئ كالايريس. كيف ما غادي تلاحظوا معنا هذا الشاطئ الساحر فهو كينتمي كيف ما قلنا لإقليم الحسيمة، بالضبط بالجماعة القروية بني بوفراح، وكيتواجد على بعد تقريبا 60 كيلومتر من مدينة الحسيمة. ويمكن لكم توصلوا ليه سواء من مدينة تطوان أو من مدينة الحسيمة. والطريق ديالو واضحة وباينة وطريق مزيانة، خصوصا أنها كتواجد على الطريق الساحلية. أصدقائي قبل ما توصلوا لهذا الشاطئ الساحر غادي تمتعوا أيضا بالطبيعة الخلابة اللي كتواجد على جنبات الطريق. إضافة إلى جمالية هذا الشاطئ كاين واحد الجزيرة لداخل اللي كتسمى جزيرة الأسد النائم، وسموها بهذا الاسم نظرا لأن الشكل ديال ديك الصخرة كيشبه الأسد النائم. وكيتعتبر شاطئ كالايريس من بين الشواطئ النظيفة اللي كيجيو لها العائلات وكيدوزوا فيها أوقات مميزة. بالقرب من الشاطئ كاين بعض المقاهي والمطاعم، وكذلك كاين باركينغ يعني موقف ديال السيارات، بالإضافة إلى تواجد ميناء صغير للصيد. شاطئ كالايريس كذلك مناسب إلا بغيتو تعلموا السباحة لوليداتكم، لأنه يعني شاسع، وكذلك كدوز واحد المسافة كبيرة عاد كتوصل الأماكن اللي هي غارقة، بالإضافة إلى النقاوة ديال المياه ديالو الشفافة، صراحة مياه فيروزية، ويعني تقدروا تدوزوا نهار رائع هنايا، من موراها مباشرة تمشيو لمدينة الحسيمة. أصدقائي وصلنا لنهاية هذه المقدمة، نتمنى لكم الخير والسعادة ومزيدا من الأموال والأسفار إن شاء الله. تحياتي لكم من القلب إلى القلب، ونخليكم تستمتعوا معنا رفقة الوالدين بهذه المناظر الرائعة ديال شاطئ كالايريس. هكا سير تقلب يلا سير. براك احنا عينا ما قلبنا.
صافي سير كتصور مع الباص هاد الرجلين هادو ولا بلاتي ما تتوقعش بلاتي هادو خليهم هنا ها دابا تحكمت صوري معايا يلا واحد جوج ثلاثة واحد شوف على واحد جوج ثلاثة